أصبحت مناورات الأسد الإفريقي السنوية التي تجريها القوات المسلحة المغربية بشراكة مع القوات الأمريكية تثير انزعاج وتضيق الجزائر بشكل كبير، وقد ظهر هذا التضيق في أكثر مناسبة هذه السنة، ولا سيما أن المغرب يجري جزءا من تلك المناورات في مناطق الصحراء التي تدعي الجزائر أنها محتلة من طرف المغرب. وتجلى هذا التضيق مرة أخرى في خطوة عسكرية قامت بها الجزائر في الأيام الأخيرة، حيث أمر رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة بإجراء مناورات عسكرية ليلية أطلق عليها اسم شهاب 2024 في مناطق قريبة من الحدود المغربية. وقالت مصادر جزائرية إن هذا التمرين نفذته وحدات اللواء 38 للمشاة الميكانيكية وبمشاركة مختلف القوات ووحدات الإسناد التقني والجوي وكذا الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن هذه المناورات جرت تحت إشراف شنقريحة. وتزامنت هذه المناورات العسكرية الجزائرية مع المناورات التي يجريها المغرب رفقة الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المناطق المغربية، من بينها منطقة المحبس التي تقع في الصحراء المغربية، وهو ما يعطي إشارات على أن الجزائر تريد إرسال رسالة مفادها أنها بدورها تستعد لأي عمل عسكري معادي. أكد المغرب سعيه إلى تحديث قواته العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة من خلال إنشاء منصتين صناعيتين في مجال الدفاع العسكري. هذا ما أعلنه الديوان الملكي المغربي عقب اجتماع وزاري ترأسه الملك محمد السادس نهاية الأسبوع. وتهدف منصتين صناعيتين التسريع الصناعي في مجال الدفاع العسكري إلى إقامة واحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة. ويأتي هذا الإعلان في سياق التوتر الدبلوماسي المتزايد بين الرباط والجزائر، وإعلان جبهة بوليزاريو الحرب من جانب واحد بدعم من الجزائر، إضافة إلى تكثيف التعاون العسكري على محور واشنطن الرباط وما يثيره من تخوفات في المنطقة. ويحتل المغرب المركز 29 بين أكبر مستوردي الأسلحة عبر العالم، والجزائر المرتبة 18 عالميا، ويسعى المغرب لتقليل اعتماده على الموردين والتحول تدريجيا إلى بلد مصنع للأسلحة في ظل تسارع وتيرة التسلح في المنطقة، محاصرة من قبل منافسها الجزائري في الشرق، وهو منافس ذو نظام جمهوري، حيث أن المغرب له نظام ملكي. وقبل كل شيء تتمتع الجزائر بإمكانيات بشرية أكبر بسكانها البالغ عددهم 45 مليون نسمة مقارنة ب 37 مليون مغربي. لكن وفاة الرئيس الجزائري السابق عام 2021 تمثل فترة من عدم اليقين يخشاها المغرب، في حين أن الحرب مع البوليساريو المدعومة من الجزائر وبدرجة أقل موريتانيا تحد من طموحاته. ولحسن الحظ المغرب له موقع استراتيجي من واجهتين بحرية التي تسمح لها بالتبادل مع العالم، وأيضا من دبلوماسيتها المنفتحة على الغرب والتي توفر لها الاستثمار والتكنولوجيا. وأبرمت كذلك المغرب شراكة مع إسرائيل لتصبح شريكا رئيسيا للمجمع العسكري والصناعي المغربي. ومن الناحية الجغرافية لا يوجد بين المغرب وإسرائيل الكثير من القواسم المشتركة، باستثناء الوصول إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تشكل رابطا بحريا، إلا أن موقع المغرب الجغرافي هو الذي يدفعه إلى الاقتراب من إسرائيل لأسباب أمنية وعسكرية وتكنولوجية. المملكة المغربية محاصرة من قبل منافسها الجزائري في الشرق، والتي تمتلك موارد معدنية وطاقية هائلة يسمح لها باستيراد كم هائل من الأسلحة المتطورة، مما دفع المغرب إلى تنويع شركائه الغربيين في الصناعة العسكرية.